نور، خليني أسألك حاجة. ليه دايما أول حاجة نبدأ بيها في Uplift Your Brand هي تحدي الوضوح؟ عشان ببساطة مفيش بيزنس حقيقي من غير وعي بنفسك. اهلا بيكم. عشان نكمل الرحلة بتاعة نور عملنا حاجة مختلفة. عملنا ايه؟ عملنا طبعا لو حضراتكم متابعين 11 لابس واحد من اشهر البرامج اللي بتعمل صوتيات او بتخرج صوت. ممكن تكتب له شيء وهو يحول الشيء ده الى صوت. تقدر ان انت كمان تحط عليه الصوت بتاعك، وده اللي انا عملته. ان انت تقدر ان انت تعمل حاجة اسمها كلون للفويس بتاعك. لو انتوا انترستد يعني قولوا لي. ممكن ان احنا نعمل عليه فيديو وتبدا ان انت يعني تعمل فيديوهات. وانا اوريدي عملت فيديوهات كتيره باستخدام ده، وفي ناس قليلين جدا ان عرفوا ان الصوت ده صوت طالع بالذكاء الاصطناعي. ولكن في حاجه جديده طالعه دلوقتي، هي 11 V3 Alpha. 11 V3 Alpha ده كمان بيحط ايموشنز. تقدر ان انت تحط ايموشن، يعني السكتات اللي انا بسكتها مثلا دي، لو انت عايز تتكلم بثقة، لو انت عايز تتكلم بخوف and so on، تقدر ان انت تعمل ده. فانا عملت محادثة ما بين مروان وما بين، هي مش اسماء، هي بصراحة هي نور، ولكن الصوت هنا اللي انا اخترته مفيش صوت اسمه نور، فهنفترض ان دي اسمها نور. مين نور؟ نور دي هي اللي زي كده الكاستم، زي منتور موجود عندنا طبعا في Uplift Your Brand. الناس المشتركة اكيد في Uplift Your Brand عارفين ان Uplift Your Brand احنا عندنا يعني ايجنت اسمه نور. ونور ده من خلاله تقدر ان انت تسأله اي سؤال عن البرنامج وبيقدر ان هو يرد عليك. يعني بيسهل، وطبعا هو متغذي بكل حاجات ليها علاقة بالبرنامج بتاع Uplift Your Brand وازاي يتكلم وهكذا. فانا قلت ان احنا نقدر ان احنا نعمل ده، لان ممكن ده يفيد بعض الناس ويحمس بعض الناس، وفي نفس الوقت حاجة تبقى بسيطة ونطلع نور على قيد الحياة. فايه اللي انت ممكن تعمله؟ ان انت ممكن طبعا التشات دي ممكن طبعا انت تكتبها. ممكن يعني هنا مثلا ممكن اكتب اي حاجة اسماء تقولها اللي هي نور يعني. ممكن طبعا اكتب حاجة مروان يقولها. وهنا في حاجة اسمها enhance by alpha. لو انا عملت enhance، هو اللي بنفسه بناء على اللي انا كاتبه هنا بيحط هنا تكتب short pose، هنا يبقى thoughtful، هنا يبقى confident يعني واثق and so on. فانا عملت الاكسرسايز ده وهسمعكم هم قالوا ايه، وبعد كده نعمل generate speech مرة تانية ونستخدم اللي هو الانهانس الفا، ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. وفي الاخر بعد ما ده يحصل كله، ان احنا هنداونلود الصوت ده، وممكن نحطه من على كانفا على شكل معين، نحط فيه مثلا مروان جنب نور. وان احنا ممكن نقدمه حقيقي كل مثلا اسبوع او كل فتره طبعا الكاستمرز بتوعنا، او ممكن ان احنا نبعتها لهم. وده حقيقي ده اللي هيحصل، لان هو ممكن يساعدهم وممكن يحمسهم وممكن كمان يلهمهم بشكل كبير. فتعالوا نشوف مع بعض. يعني لما انا حطيت له الكونفرزيشن دي ما بين مروان وما بين، احنا قلنا مش اسماء، نور. تعالوا نشوف اللي هم قالوه. جاهزين؟ نور، خليني أسألك حاجة. ليه دايما أول حاجة نبدأ بيها في Uplift Your Brand هي تحدي الوضوح؟ عشان ببساطة مفيش بيزنس حقيقي من غير وعي بنفسك. الوضوح هو البوصلة. قيمك، قوتك وشغفك هم اللي بيبنوا البنية الأساسية لأي مشروع ناجح. بالظبط. وناس كتير تقول أنا تايه مش عارف أبدأ منين، بس الحقيقة الوضوح مش بيجي وانت واقف، الوضوح بيجي وانت ماشي. وعشان كده التحدي الأول معمول ببساطة وقوة. كل يوم تعيش قيمة أو قوة أو شغف، وفي اليوم العاشر تكتب ليه أنا هنا. يعني انتوا شايفين قد ايه ان الموضوع واقعي جدا. وحاسب لكم في الاخر ازاي تقدر، يعني الشكل النهائي من اللي احنا بعتناه بالفعل للعملاء بتوعنا، بحيث ان حضراتكم تقدروا تشوفوه. لان حاجة من الحاجات القوية جدا هو استخدام 11 لابس، عشان تقدر ان انت ممكن تعمل حاجات صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. ممكن تبعتها للكلاينتس بتوعك، ممكن تبعتها للكاستمرز بتوعك، ممكن ما تاخدش منك وقت كبير. ولكن طبعا ده غير بقى الفويس اوفر اللي ممكن يحصل لو انت عملت دوبليكيشن لصوتك ومش عايز كل شوية تقعد تصور. فدي اعتقد من الحاجات العظيمة جدا اللي هتغير فكرة الفويس اوفر والستوري تيلينج وصناعة الفيديوهات بشكل عام. عظيم. شكرا جزيلا لكم، مع الف سلامة. نور، خليني أسألك حاجة. ليه دايما أول حاجة نبدأ بيها في Uplift Your Brand هي تحدي الوضوح؟ عشان ببساطة مفيش بيزنس حقيقي من غير وعي بنفسك. الوضوح هو البوصلة.
قيمك، قوتك وشغفك هم اللي بيبنوا البنية الأساسية لأي مشروع ناجح. بالضبط. وناس كتير تقول أنا تايه مش عارف أبدأ منين، بس الحقيقة الوضوح مش بييجي وأنت واقف، الوضوح بييجي وأنت ماشي. وعشان كده التحدي الأول معمول ببساطة وقوة، كل يوم تعيش قيمة أو قوة أو شغف، وفي اليوم العاشر تكتب ليه أنا هنا. ولمّا تكتب الموضوع بتاع حياتك وتحس إنه فعلًا بيعبّر عنك، ساعتها بتحس إنك مش بس بدأت مشروع، لأ بدأت تعيش بصدق. لو لسه ما بدأتش ابدأ النهاردة، افتح الورك فلو وابدأ بأول خطوة، كل لحظة هتفرق. وما تنساش بعد ما تخلّص انسخ إجاباتك في template notion، دي مش مجرد ورقة، دي مرآة حقيقية للي جواك. ولو حسيت بلحظة تردد احنا معاك، شارك، اسأل، اتحرك. الوضوح هو أول هدية بتديها لنفسك. give، love، thrive.